بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أنزلت هذه الآية عندما أمر الله تعالى المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، فشق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب والمسلمين، فبين الله حكمته في أن المراد هو طاعته والامتثال لأوامره، فهذا هو البر والتقوى، وليس في التوجه إلى المشرق والمغرب إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. وقال أن الخير هو الإيمان بالله وحده لا شريك له وبيوم البعث والجزاء والتصديق بوجود الملائكة جميعا وبالكتب المنزلة كافة والإيمان بالأنبياء كلهم دون تفريق، وأيضا إخراج المال تطوعا وحبا ورغبة فيه وإعطائه للأقرباء فهم أولى به من الناس، واليتامى المحتاجين الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمساكين الذين أرهقهم الفقر، والمسافرين المحتاجين الذين ابتعدوا عن أهلهم ومالهم، ومن يتعرضون للطلب والسؤال ولشدة حاجتهم، وكذلك الإنفاق في تحرير الرقيق والأسرى، وإتمام الصلاة في أوقاتها، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهود، والصبر حال الفقر والمرض وفي شدة القتال. فمن اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم واتقوا عقاب الله وأدوا الطاعات.